كانت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن العمومي بتونس من حجز أكثر من 400 ألف دينار تونسي وأكثر من 51 ألف دولار وأكثر من 121 ألف أورو. المبالغ كانت بحوزة شبكة للتهريب يديرها تونسيون وآخرون من بلد شقيق. شبكة تنشط ما بين شيرة القصرين وبين قردان وتونس العاصمة، حيث يتم في شيرة القصرين تجميع المبالغ المتأتية من السلع المهربة اللي تدخل لبلادنا من أحد الدول الشقيقة، ومن ثم يتم ربط الصلة، والشبكة هذه فيها عنصر ناشط من أحد البلدان المغاربية. بعد ما يتم تجميع المبالغ هذه يتم ربط الصلة بنفر أصيل جهة بن قردان باش يتم تحويل الفلوس هذه لفايته هو، وإلا يتم بعثها لتونس العاصمة لهنا بغاية شراء العملة الأجنبية بالسوق السوداء، ومن ثم إعادة تهريب هذه المبالغ نحو قطر شقيق مجاور بغاية تمويل السلع والتجارة والسلع التي تجينا من الدول الآسيوية.